مساء الورد. اليوم راح اسولف لكم عن البراق، ورق العنب. البراق كلمة أصلها تركي تعني ورق الشير بشكل عام أو ورق العنب بشكل خاص. هي أكلة عثمانية قديمة انتشرت في عدة دول بالذات في الشام ومصر والخليج وتركيا والعراق والقوقاز. طوروها الأجيال بإضافة توابل وخلوا حشوتها تختلف من مكونات لمكونات. تسمى في فلسطين والأردن بالدوالي، أما في الشام يسمونها يبرق، والخليج بالدولمة أو ورق العنب. يحضرون ورق العنب باستخدام ورق العنب مع حشوة من العيش أو اللحم، يحطون معها خضروات مثل البقدونس والنعناع وشوية توابل وبهارات، يحطون بقاعتها البطاط ويلفونها رول، تالي يحطون عليها صلصة ويطبخونها فترات طويلة عشان تصير طرية ولذيذة. أنا وايد أحب هالأكلة واستمتع فيها بصراحة، إن شاء الله أنتم بعد تستمتعون فيها وتحبونها كثر ما أنا أحبها. الحين بروح مطبخنا ونشوف طبخاتنا اللذيذة اليوم. يا هلا ومرحبا. اليوم نتكلم عن القرفة. طبعا مثل ما نعرف مطبخنا العربي نستخدم القرفة بشكل كبير، خصوصا بمنطقة الخليج بالموالح وبالحلويات. القرفة غير أنه تكون معطرة ولكنه تحتوي على مواد الأكسدة جدا غنية، ونفس الوقت على شوية من الكربوهيدرات اللي هم السكريات منهم الألياف، وجدا منخفضة بسعرات الحرارية. والأفضل قرفة اللي تكون هي الخشب، اللي يكون خشب القرفة هذا يكون أفضل من الباودر. الحين خلينا نشوف البحوث شنو راوية بالنسبة للقرفة فوائدها الصحية. أول شيء في بحث اللي نشر في دايبيتيز كير، وراوى أنه الناس اللي يأخذون 2 إلى 3 جرام باليوم من القرفة، تقريبا نصف ملعقة أو نصف قاشوقة شاي، يخفف عندهم مستوى السكر في الدم. ثاني شيء اكو ناس اللي في بحث راوى انه الناس اللي ياخذون تقريبا 5 جرام الى 6 جرام اللي هي ملعقه من الشاي قرفه باليوم، يخفف عندهم او يخفض مستوى الكوليسترول بالدم. ثالث شيء النساء اللي ولدانات بالجديد، القرفه جدا زينه لهم لانه يكثر من تقلص الرحم. ورابع شيء يقلل من الالتهابات الفطريه بالجسم. الحين خلينا نشوف من اللي ما لازم ياخذ القرفه. اللي ما لازم ياخذون القرفة هم النساء اللي تكون حامل، يعني المرأة اللي تكون حامل ما لازم تاخذ القرفة. ثاني شيء الناس اللي ياخذون أدوية بالنسبة لسيولة الدم مثل الكومادين. وثالث شيء الناس اللي ياخذون أنسولين مثلا أو ياخذون أدوية سكر ما لازم ياخذون القرفة أو ياخذون بشكل أقل. شكرا. كانت هذه فقرة التغذية، إن شاء الله استفدتوا من المعلومات الحلوة القيمة اللي فيها. إن شاء الله اليوم راح أسوي لكم طبق وايد حلو، كلنا نحب السباجيتي ونحب الربيان بعد. إن شاء الله تستمتعون بالطبق اليوم. راح أسوي لكم سباجيتي مع ربيان وصلصة كريمة وطماط وايد حلوة صحية، وفيها مكونات كلها من الخضار والتوابل الحلوة الإيطالية. راح نضيف البصل والثوم البودرة اللي تعطينا ريحة عطرية حق الباستا وحق الصوص الحلو. مثل ما تشوفون قدامنا شوية مكونات يعني حق طبختنا اليوم. راح نستخدم الربيان شوية، نحاول نختار الربيان اللي حجمه شوية جاي كبير، أفضل حق الباستا يبين طعمه حلو. بعد راح نستخدم هني الزبدة حق حمسة الصلصة، وعندنا هني البصل الأخضر والكريمة، وعندي هني الطماط المفروم. راح نستخدم جبنة البرميزان، وعندنا هني التوابل العطرية اللي راح نستخدمها. راح استخدم الفلفل الأحمر المدروش، راح استخدم الريحان المجفف، البصل والثوم البودرة. راح نحط شوية خل وشوية زيت زيتون، واصدقائنا الدائمين
اللي هم الملح والفلفل الاسود. راح نطري الخليط هذا كله ونسوي صوص حلو بمرقه الدياي مثل ما قلت لكم من قبل. اذا ما كان عندكم مرقه دياي ممكن تستخدمون مكعب خلاصه مرقه الدجاج، بس يكون نوع اورجانيك عشان يكون خالي من الصوديوم ويكون بعد صحي وما في مواد حافظه كثيره. عندي هني ماي مغلي حق السباجيتي. طبعا الماي المغلي نضيف عليه قفشه ملح وقفشه زيت زيتون. انا هني مستخدمه السباجيتي النحيفه اللي هي رقم 1، ضعيفه حيل وايد لذيذه ويا الباستا هذه، يعني مع يسمونها انجل هير، يعني من كثر ما هي ضعيفه. ممكن تكسرون الباستا بالنص او تحطونهم مثل ما هم. انا شو راح اسوي؟ نصهم راح اكسرهم ونص راح اخليه مثل ما هو، اوكي، ونص راح اخليه كذي يذوب الحين بالباستا. وعلى ما يستوي تاخذ لها تقريبا 3 دقائق على ما تستوي باستتنا. زين، تنزل في الماء وخليها تستوي على راحتها. الحين راح نسوي حمسة الربيان بعد راح نتبله بشوية ملح وفلفل أسود ونحمسه بشوية زيت. ما راح ياخذ منا وقت وايد، بس ما ابي انزله بالصلصة وتنزل السوائل اللي فيه بالصلصة. ابي يكون لما انزله بالصلصة يكون ناشف، يعني عشان لا تطلع اي زفرة، ومن نفس الوقت الربيان يصير ملسوع يعني ما اخذ طعم الزيت اكثر، احلى من ياخذ طعم الفوح. الفليفر مال القلي احلى من فليفر الفوح. الحين راح احط الملح على الربيان. طبعا الربيان مغسول ومبرد في الثلاجة، تالي مجفف بالفوطة او بكلينكس المطبخ. حط كمية راهية من الفلفل الاسود احلى. بعدين راح نحط شوية زيت وننزل عليهم الربيان على طول. هذا الربيان راح اخليه لغاية ما يستوي، تقريبا ياخذ على كل جهة دقيقتين 3، بعدين نقلبه على الجهة الثانية عشان يكمل نضجه. هالطريقة وايد أفضل إذا عندكم حمسة ربيان ولا شيء. نسقوا شوية بالزيت يصير طعمه أفضل. لا تطبخون الربيان أكثر من 10 دقائق ترى ويصير ستيكي يعني. عندنا الحين الباستا نشيك عليها بس وضعها ممتاز. راح أنزل هنا عندي زبدة في المقلاة وشوية زيت زيتون عشان لا تحترق. هذه زبدتنا جاهزة، خليها على جنب شوي. راح افرم لها بصلة صفرة، بصلة صفرة كذي حلوة، نفرمها ونحطها على زبدتنا اللي ذوبناها. تقدرون تسوون هذه الصلصة وتخلونها في الثلاجة متى ما حبيتوا، ما عليكم غير تسخنونها وتضيفون عليها دياي، ممكن ربيان، سمك، فيليهات سلمون، على حسب رغبتكم. عندي هني البصل جاهز، نحطه على الزبدة وخليها لغاية ما تستوي. خلي البصل لغاية ما يستوي. نزيد عليه الحرارة شوي. نزيد على الباستا. هذه باستتنا بعد جاهزة. نقليها بعد دقيقة تكون جاهزة. هنشوف ربياننا وين وصلنا. هذا الربيان مثل ما قلت لكم، هذه أفضل وسيلة عشان نحبس السوائل اللي فيه وما تنزل على الصلصة وتغير طعمها. بشوف تجاربكم هالموسم وتجارب الطبخات اللي سويتوها من هالموسم اللي تعلمنا فيه طبخات سريعة وايد، استفدنا من الفقرات الحلوة اللي فيه، فقرة التغذية وفقرة الرياضة وتاريخ الطبخة الحلوة. هنا هذا الدياي، سوري هذا الربيان
نقلب الربيان عشان ياخذ له بعد لون من الجهة الثانية. بعدها راح نوخره عن المقلة على ما تخلص صلصتنا وتجهز. والله لونه حلو وردي مثل صلصتنا اليوم. هذا البصل عندي الحين بس يذبل شوي، راح اضيف عليه باقي المكونات اللي عندي، الطماط واخليه يذوب على الاخر. تالي راح اضيف التوابل كلها واحط مروق الدياي واخليه يستوي على راحته. راح اطفي الباستا من الماء. نرجعها. هذا الربيان عندي الحين خليه على جنب على ما نكمل صلصتنا. البصل تحمر وخذ لون اشقر، راح نضيف عليه الطماط والتوابل. الطماط بعد راح ياخذ له كذي 10 دقائق يستوي على راحته، وخليه لغايه ما يصير سوفت وذايب حده. راح ننطر الطماط يذبل شوي، ياخذ له وقت تقريبا 10 دقائق على ما يستوي. راح اضيف كل التوابل واحطهم هني. راح نستخدم البصل البودره، الثوم البودره، مطحون ناعم، ريحان المجفف، وريحان كذي حالات الواحد يفركها بيده شوي عشان تطلع ريحته الحلوه. راح نحط الفلفل الاحمر المجروش على حسب الذوق طبعا، ونقلب. راح اضيف كوب من مرقة الدياي واخليه لغاية ما يصير ذايب. مرقة الدياي نضيف كوب شوية وخليه على ما يذوب، تقريبا ياخذ له 5 دقائق. الحين خلي الطماط لما يذوب حده ويستوي شي على راحته. راح اضيف له شوية خل، قد قفشتين كذي من الخل، وابشر له جبنة برمجان والبصل الاخضر ونحطه عليه نكمل طبخ. هذه جبنة البرمجان راح نبشرها. اوكي، هذه الجبنة راح اضيفها هي ويا البصل على صلصة الطماط، وبعد راح اضيف البصل الاخضر وراح اخلي شوية حق التزيين فوق. حركها شوي، نضيف كوب كريمة، حرك. شوفوا قوامها شلون لونها جاي على بينك شوية من الطماط، لأن خليناه يذوب على راحته. إذا ما خليته يذوب على راحته ما راح يطلع لنا لونه الحلو هذا الوردي. اوكي، الحين الصلصة غلت، راح نضيف عليها الباستا والربيان. هذا الربيان عندي هني، راح ننزله على الباستا على الصوص الحلو هذا. حركه شوي، نضيف عليه الباستا ونخليها تغلي دقيقتين نقدمها. الباستا هنا عندي.
شوي، نقدمها نزينها بالريحان والبصل الأخضر. شوفوا ألوانها الحلوة. نضيف الملح، شوية فلفل، ما نكثر لأن حاطين فلفل أحمر مجروش. بطتنا يامي لذيذة، بس نقدمها. طفي الشولة لأنها قامت تغلي. نقدمها الحين. نحاول نحط الربيان شوية فوق. نحط عليه الربيان فوق. اوكي، يعني راح ازينها شوية بالبصل الأخضر من فوق وشوية ريحان بالشكل هذا. هذا طبقنا اليوم، ان شاء الله عجبكم واستمتعتوا فيه. باستا مع ربيان لذيذة وايد وايد. لا تروحوا البعيد، ورا فقرة الرياضة راجعين لكم. مرحبا، معكم المدرب عبد الله جاسم أحمد. راح أتكلم اليوم عن رياضة النساء. طبعا ونصيحتي أنا للنساء اللي هن ربات البيوت، خواتنا، أمهاتنا اللي في البيوت، أن يمارسن الرياضة بشكل يومي. ممكن الحركة اليومية في المنزل، الحركة لما تروح المطبخ وهي واقفة تحرق سعرات حرارية، وهذا شيء يعتبر رياضة. الحركة اليومية أنها تروح تمشي في البيت من مكان لمكان، هاي تعتبر رياضة. تروح لحديقة البيت تعتبر رياضة. تروح من بيت لبيت مع الخدامة أو لزيارة إحدى صديقاتها اللي تكون في نفس المكان، هذه تعتبر إلها رياضة. لكن يفضل أنها بعد يعني وقت الفراغ اللي هو وقت العصر إلى المغرب أنها تروح. ما شاء الله الحين الدولة وفرت حدائق عامة في كل منطقة، كل منطقة فيها حدائق عامة، تقدر تروح مع الخدامة تمارس الرياضة هناك بشكل يعني مدة نص ساعة أو ساعة تمشي معها. فهذا الشيء يعتبر رياضة ويعتبر شيء صحي إلها. يمكن الأمهات في السابق أو في الماضي كانوا يعتمدن على نفسهن في هذه الأمور، من خلال الطبخ، من خلال الغسيل، من توفير الوجبة اليومية على البحر، سواء كانوا يأكلون أكل صحي. الوقت الحالي وفروا الخدامات، كل بيت ما يعني لا يقل عن خدامتين في البيت، فهي بس تعطي الأوامر قاعدة ما تتحرك. فأنا نصيحتي لها أنها تتحرك، وهذا الشيء يعتبر لها رياضة. يمكن وقفتها هي راح تحرق سعرات حرارية، بس هي مش حاسة بأهمية الشيء اللي قاعدة تقوم فيه. الأمراض زادت في الوقت الحالي من سكر، كوليسترول في المجتمع عندنا، للنساء، لربات البيوت، لخواتنا اللي في البيت. فأنا أنصحهم أنهم يمارسون الرياضة أو يتحركون بشكل عام في البيت. حركتها اليومية داخل البيت تعتبر رياضة إلها. فأنا أتمنى من جميع الأمهات أو من جميع الناس الموجودين في البيت أن ينصحون أمهاتهم أن يتحركون، ما يتمون قاعدين مكانهم سواء في الطبخ أو لا، يساعدون الخدامات، يروحون المطبخ. حركتها اليومية هذه تعتبر رياضة إلها، بس هي مش حاسة بهذا الوضع. لكن يفضل أنها تروح مع الخدامة أو تروح مع أحد الأبناء يستفيدون، والأم تستفيد في نفس الوقت من الرياضة بشكل يومي. راح تحس بالفرق لما كانت هي قاعدة ما تمارس الرياضة، وراح تحس بالفرق لما مارست الرياضة
وهذه نصيحتي للنساء اليوم، وأرجو أنكم استفدتوا، وشكرا. رجعنا لكم بعد فقرة الرياضة، وعشان هاي أخصائيين الرياضة لا يزعلون علينا راح نسوي لكم سلطة حلوة وخفيفة على المعدة كذي، وتو ما فيها مايونيز عشان لا ننزف. زين، فهي سلطتنا اليوم خفيفة وحلوة ومكوناتها مفيدة وصحية ولذيذة بعد. راح أعلمكم شلون تسوون سلطة القرع مع السبانخ ويا الصوص الخفيف الحلو. الحين بسوي لكم اياه. راح نحتاج القرع الهندي هذا، ما في مشكلة ممكن تستخدمون أي نوع قرع، بس اليوم أنا عشان شوية الشكل يطلع حلو فاستخدمنا القرع الهندي. راح اقصه واحفره وادخله الفرن يتحمر ثاني، نخليه يبرد عشان ناكل السلطه على راحتنا. راح نستخدم السبانخ، اوراق السبانخ، بس دائما حق السلطه نستخدم السبانخ اللي تصير اوراقه صغيره، مو السبانخ الكبير اللي نحطه في الطبخ ونحمس فيه، هذاك غير زين، مو استساق حق الاكل كسلطه يعني، ممكن نحمس فيه نسوي فيه خلطات حشوات ما في مشكله. بس حق السلطات راح نستخدم عندنا السبانخ الصغير. هني عندنا هذه اوراق الكيله اللي هما الجرجير الصغير، طعمه نفس الجرجير بس تصير اوراقه ناعمه وضعيفه مثل هذه، عشان تظل اوراق الخضره شاتره وكذي منتفشه وحلوه ويعني كريسبي طول اليوم. ما عليكم غير تنقعونها ماي وشويه ثلج، راح تشوفونها تشتر وتظل طول اليوم فريش ومنتعشه كذي. عندي هني القرع الهندي مثل ما قلت لكم يحتاج عضلات ورا فقرات الرياضه. راح نقصه بالنص، راح نشيل البذور من داخله، وكل نص راح اقصه ربع، يعني الحبه راح تطلع لنا 4 حبات. اوكي، وننظفهم من داخل قفشه احسن شيء. نحاول ننظف كل البذور اللي داخل، نشيلها ما نبيها. راح انظف الباقي كلهم. كذي القرع جاهز، راح احطهم بصينية فرن. طبعا مجهزة الفرن على درجة حرارة 200. نحط حبات القرع مثل ما تشوفون سهلة وما تاخذ منا وقت. شوية زيت زيتون، اوكي. راح نحط لهم الملح والفلفل الاسود، عندنا بذرة نشيلها، شوية ملح وشوية فلفل اسود. راح ندخلهم الفرن تقريبا ياخذون لهم نص ساعة، من نص ساعة إلى 45 دقيقة على حسب نوع القرع نفسه، مرات يكون جامد مرات لا يكون طري، ما في مشكلة. راح ندخله الفرن وأنا محضرة من قبل 4 حبات. طبعا بعد ما يطلعون من الفرن راح يكون شكلهم كذي، خليهم يبردون تماما بالثلاجة أفضل، عشان لما ناكل السلطة تكون باردة ما ناكلها حارة. إذا أنتم حابين تاكلونها حارة ما في مشكلة، بس يفضل إنه تنوكل باردة. راح أسوي الحين الصوص اللي راح نولف فيه السلطة كلها. استخدم الليمون وشوية عسل وزيت زيتون وخل. عسل، قفشة من العسل، زيت زيتون، خل أبيض، ممكن نستخدم خل بلسمك. نخلطها ونتبلها بالملح والفلفل الأسود. وشوية فلفل أسود. هذه تتبيلة سلطتنا مثل ما تشوفون خفيفة جدا، زيت زيتون، عسل، ليمون، وشوية خل وفلفل أسود وملح بعد. نخلطها عدل عشان زيت الزيتون ينمزج مع الليمون والعسل، وتصير عندنا شوية صلصة خفيفة. زيت الزيتون هو اللي يثقل الصوص،
إذا شرخناه عجن راح تصير السلطة وايد ثقيلة وحلوة. الحين راح نسوي الطبق كامل. راح نحط أوراق السبانخ تحت الصحن، بالشكل هذا. نحط فوقهم حبة قرع، يعني نقدمها بشكل شخصي. اوكي، نحط فوقهم أوراق الجرجير، نحط أوراق الجرجير فوقهم، شوية صنوبر، وراح نحط شوية من جبنة الماعز. فوقها التوب بالشكل هذا. تالي راح نصب الدريسنج الحلو اللي سويناه. وقت التقديم طبعا. هذه سلطتنا اللذيذة والصحية، ان شاء الله عجبتكم ونالت على رضاكم. شوفوها، هذه سلطتنا اليوم، ان شاء الله عجبتكم. لا تروحون بعيد، بعد البريك عندنا سلطة فواكه. اليوم راح اسوي لكم سلطة فواكه مع الباوند كيك. سلطة وايد حلوة وخفيفة ولذيذة بنفس الوقت. احنا متعودين ناكل فروت سلاد سادة، نحط جميع الفواكه مع شوية عصير وناكلها. اليوم راح اسوي لكم اياها بطريقة مختلفة. استخدمت اليوم كيك الفانيليا، الباوند كيك، نوع باوند كيك. راح اقصصه مكعبات وادخله الفرن يتحمص، بس راح ادهنه بشوية زبدة وادخله الفرن. وايد سهل الموضوع، على درجة حرارة 180 تقريبا، ياخذ له قولوا يعني ربع ساعة بس. يتحمص من فوق وتحت بالشكل هذا. نقصصهم مكعبات بحجم الفواكه اللي تحبونها. ندهنه بالزبدة بس شوية بالزبدة من فوق، منها ياخذ ريحة الزبدة ومنها يتحمص عدل. بالشكل هذا. تالي راح ندخلها الفرن تتحمر وتتحمص عدل. طبعا انا حضرت لكم من قبل مجموعة من الكيك محمصين، هذا شكلهم بعد ما نطلعهم من الفرن. خليهم يبردون تماما، يصيروا من برا كريسبي وناشفين. راح يمتصون طعم الجوز العصير اللي راح نحطه وطعم الفواكه اللي راح نولفها كلها ويا بعض. الحين راح اخلط كل الفواكه اللي بنحطها. راح استخدم التوت الاحمر والازرق، الميكس بيري اللي راح نستخدمه من العنب الاخضر، راح استخدم الرقي، راح استخدم المانجا. عشان نعطي طعم حلو حق سلطة الفواكه راح نحط لها العسل وشوية عصير اناناس، بس عشان تعطينا فليفر. والعصير مال الاناناس راح يمتص الكيك ويطلع فليفر وايد 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 حلو. على طول راح احط الفواكه الحلوة هذه عندي في البادية. العنب ممكن تقصصونه انصاف وممكن تخلونه بالشكل هذا. ناخذ العنب ومكس التوت اللي عندي هني. راح احط لهم شوية ريحان، ممكن تستخدمون الريحان او النعناع على حسب ذوقكم شنو انتم تحبون. مكس التوت هذا ويا شوية بلو بيري. الحين راح اقص لهم مانجا
مانجا حبيبة الكل. كل المواسم نحبها. راح نقص بعد المانجا مكعبات. نفس حجم الفواكه اللي عندنا، يعني نفس حجم التوت، ويا ممكن نحط فراولة، ممكن نحط يعني أي فواكه تحبونها، تفاح الأخضر. نحط المانجا الحلوة هذه شهي. الحين راح أقص مكعبات رقي. طبعا رقي حالاتها موسمها بالصيف. ها اوكي، راح نقص الرقي بنفس الشكل مكعبات. نفس الشيء راح نحط الرقي على فواكهنا. الحين راح اخلطهم، اضيف لهم شوية عسل وشوية عصير اناناس. شوية عسل قد تقريبا قفشتين عسل وقفشتين من عصير الاناناس. حط قفشتين عصير اناناس ونحط لهم الباوند كيك ونخلطه. طبعا الباوند كيك محمص مثل ما قلنا ومثل ما علمتكم. شوي نحاول نخلطهم، خلي العسل ويا العصير الاناناس يخش كل الفواكه. بالشكل هذا. مثل ما قلت لكم راح اضيف لهم شوية اوراق ريحان بس للتعطير شوية. ناخذ كم حبة ورقة ريحان ونقصصهم شوية كذي بالمقص هون. سلطة الفواكه كذي سلطتنا جاهزة. إذا ما تحبون ريحان ممكن نحط النعناع. بعد شوية كيك نقلبها بس كم ورقة، ها يعني ورقتين 3 ريحان أو نعناع. هاي سلطتنا الحين جاهزة. نديها طبق التقديم ونقدمها. وزينة بورقة ريحان ونقدمه. بالشكل هذا. هذه سلطة الفواكه اليوم، إن شاء الله عجبتكم واستمتعتوا فيها. لا تروحوا البعيد، بعد عندنا الشيف العالمي بيقول لنا كلمة وراجعين لكم.
Welcome to Jumeirah Beach Hotel. My name is Sydney Stranger. I'm exec sous chef of Jumeirah Beach Hotel. Today I'm going to present you with one of our classic dishes that we do at DNA Restaurant. It's called a Cornish fish stew. This comes from English heritage, from the farmers when they would go out and catch the fish, and they would have all these little bits of fish left, and what we would do is boil this in water and make a stock, and then we would sweat off carrots, onions, celery, garlic, potatoes, saffron. Then we're going to add the fish stock and make a basic fish stew. Then we're going to use king prawns, sea bass, sardines, mussels, and we're going to cook this seafood in the stock, and we're going to make like a stew. So this is classically an English dish enjoyed by English people. We serve this in DNA Restaurant, located on the lobby floor on the left-hand side when you walk into the entrance. كانت هذه فقرتنا اليوم، إن شاء الله عجبتكم واستمتعتوا فيها. أنا مستمتعة برايكم ويهمني وايد إنكم تطرشوا لي كومنتات عن الحلقات وعن تطبيقاتكم لوصفاتنا على طول. اليوم سويت لكم باستا الربيان أنجل هير مع الربيان، وايد لذيذة، جربوها، سهلة ما تاخذ وقت وايد، وطعمها تيستي، طعم الطماطم مع الربيان والأعشاب اللي حطيناها راح تحسون النكهة وايد حلوة. سوينا سلطة القرع مع السبانخ وجبنة الماعز والصلصة الخفيفة اللي شفتوها. سوينا سلطة الفواكه مع الباوند كيك والرقي والفواكه اللي حطيناها. إن شاء الله عجبتكم حلقتنا. لا تنسون رشة حب على طباقنا تخليها أغنى وأجمل وأحلى. أشوفكم على خير، مع السلامة.